مساء الخير اعزائي المشاهدين على قناه ام لميس للطبخ. راح نتعرفوا على طريقه كاطو جاهز محشي بالشاميه. تعرفوا على المقادير. عندنا كاطو بيمو، عندنا زوز بيض نرحيهم ونغربلهم، وعندي عسل و100 غرام زبده وزوز مغارف تاع كاكاو غبره، وعندي مغرف صغيره تاع فاني، وعندي شميه للحشو، وعندي للتزيين نواه كوكو وشيكولا. نبدو تو نخلطوا المقادير. نديروا المغرف الفاني، 100 غرام تاع الزبده، نديروا مغرفين تاع الكاكاو، نبدو نصبوا في العسل. نبدو نخلطوا. هاي البنات لميتها. ها خاصة المتابعين نتاعي اللي عطيتهم الطريقة وقالوا لي راهي ما نجحتلناش في اللمان تاع العجينة. شوفوا هاني درت كاس عسل، من الأحسن يكون خفيف، عسل خفيف، واعجنوا، واذا كانت ناقصه زيدوها. انا راني درت لها كاس ومقدار هك زدتها عسل. انتم اعجنوا، كي تلقوها ناقصه زيدوا مقدار هكا تاع عسل. ها اقل من نص، الربع تاع النص هك. ها تبعوا معايا اللي تابعوا فيا وقلتوا لي راهي ما نجحتش الطريقه، وحاولي ديريها لنا. هاني ندير لكم فيها، شوفوا كيفاه. ها كيفاش تلم. يولي ما تخليش طري ياسر، وردي بالك يغلبك في الهشه، لازم يكون شاد روحه، لان كي نديروا له شاميه يزيد يتحل. انت حاولي تلمي بالشوي. ديري زوز بيض تاع كاطو بيمو، ديري لهم كاس كيما هكا تاع عسل، وزيدي وعجني، ولقيتيه ناقص زيدي قليل هك. هاني فهمتكم يا البنات يا اللي تتابعوا فيا. نبدو تو نحلو. نبدو طريقة الحلان. نبدو نحلو بالقراص. هاو القراص. وكيفاه نحل؟ نبدو نحلو كيما هك، ونحطو الطرف تاع الشكاره نحطوه عنها هك، ونبدو نحلو. هاهو البنات بعد ما حلينا العجينه، نحاولوا نريقلو بالظهر تاع الموس، مش بالموس، من بالظهر نتاعه. هاهي العجينه هنايا عندنا حاضره. نبدو نبرشو فوق منها الشاميه. نبرشو الشاميه. هي نبرشو.
هانا برشنا فوق منها الشاميه تو عجينه. بعد ما برشنا الشاميه نعاودو نرجعو الساشي. نضربو هكا بالحاجه قليله برك، نحلو حاجه قليله باش نبسطو برك الشاميه فوق العجينه. نعاودو نحلو. تبعوا هنايا الطريقه. نبدا نلوي برك هكا بالشكاره نتاعها ندور. نلوي ونقص زايد. ونجبدها كيما هكا، نبدا نرقل فيها هكا، نرجع عنها الساشي ونبدا نرقل. نعاودو طريقه اخرى تو. ها هي البنات بعد ما كملنا نبدو طريقه التزيين. عندنا هنايا شوكولا نذوبوها. هاي الشوكولا نطلعها كل بالشوكولا. بعد نبدو نديرو لها نواه كوكو. هانا كملنا البنات التزيين تو، ونحطوها في المجمد تاع الفرجيدان، نحطوها نص ساعه تجمد باش تعطينا الطوع في القصان. من بعد ها هي البنات بعد ما حطيناه في المجمد نص ساعه نبدو تو نقصو. كي يجمد راهو يعطينا الطوع في القصان، باش يعطي الشكل للكعبه. نقصوها مقروضات. والنوعيه هذه راهي عشاقها بزايد، النوعيه هذه بالذات راهي عشاقها بزايد. ها هي عندهم الطريقه ويجربوه في ديارهم. هاو البنات القاطو جهز معانا، قاطو جاهز محشي بالشاميه. نتمنى تجربوه، والمتابعين نتاعي اللي يقولوا لنا راهي ما نجحتش الطريقه تاع العجينه، هاني وريتلكم كيفاه، وجربوا. وما تنسوش الاشتراك عن قناتي.